وأخيرا الحكومة المصرية تتدخل في العبث بتاع الدراما المصرية ده. دكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر قال عظمة. تعالوا نشوف. لفت نظرنا كلنا ان هناك تعليقات على ان الاعمال الدراميه اللي ظهرت في شهر رمضان لا تعبر باي حال من الاحوال عن المعدن الحقيقي للمجتمع المصري ولا الواقع المصري الحقيقي، وتصدير مشهد كما لو كان ان الدول او المجتمع المصري هو اللي احنا بنشوفه. وبالتالي يعني هناك توجيه من سياده الرئيس هنعمل عليه فورا، وهو تشكيل مجموعه عمل متخصصه عشان تضع صياغه ورؤيه مستقبليه واضحه للاعلام والدراما المصريه، تسهم في تعزيز رسائلها الإيجابية تجاه الفرد والمجتمع. المجموعة دي هتضم كل الجهات المعنية بملف الإعلام والدراما في مصر. مش معقولة في الواقع المصري إن واحدة في مسلسل تيجي خانت جوزها مع أكتر من 20 واحد وده بيتصدر بشكل كوميدي عادي، أو إن مفيش حد ياخد حقه قانوني نهائي، لازم أن يبقى بلطجي. بيقول إن مفيش أعمال درامية هتتعرض خلاص إلا بمعايير وضوابط. بجد شكرا للدكتور مصطفى مدبولي، وشكرا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.